السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ فانزاتي الجمال، يا رب تكونوا في احسن حال. يلا بينا نعمل صينية سمك سنجاري في الفرن. بس ايه، بتتكلم عن نفسها. وانتوا شايفين الحلاوة قدامكم اهي. معانا 4 سمكات كبار، فتحناهم ونضفناهم ونقعناهم. عملنا فيهم كل حاجة، وتعالوا اقول لكم. تبلناهم تتبيلة بتاعة المحلات بطعم تحفة تحفة. وريحة كانت جايبة قلب العمارة عندنا. ما شاء الله، ما شاء الله، ريحته كانت جميلة وطعمه كان أحلى. عجب كل اللي كله بألف هنا وشفا يا رب. للي كل حاجة. معانا معلقة توم، ومعلقة من هريسة الشطة اللي أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده. تقدروا تشوفوا أي حاجة. يعني كل فيديوهاتي لها علاقة ببعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا كنت عاملة معاكم طريقة هريسة الشطة قبل كده في البيت. ومفرزاها في الفريزر ومورياكم كل حاجة. معرفاكم أنا بعملها ازاي. كان معايا بقى 4 طماطمات و3 بصلات. وحزمة بقدونس. و3 4 قرون فلفل كده. وعملت بقى التتبيلة. زي ما انتوا شايفين كده، عملتها في طبق خارجي. حطيت الثوم على هريسة الشطة، على شوية كمون، على شوية كزبرة ناشفة، على شوية ملح. بس مش اكتر من كده، دي التتبيلة. وهنزل بقى على الخضار اللي انا خرطته كده. انا ما رضيتش طبعا يعني اشغل الكاميرا وانا بخرطه وكده. قلت ايه، عشان خاطر يعني ما اطولش عليكم في الفيديو. والفيديو ما يبقاش طويل لو لسه بتكملوا معايا. لايك بقى حلو وتعليق. واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خرطنا بقى البقدونس. البقدونس حلو قوي للسمك، بيدي طعم حلو قوي. وخرطنا البصل جوليان حلقات زي ما انتوا شايفين. وخرطنا برضو الفلفل، وخرطنا الطماطم شرايح. وهنبدأ بقى نقلب بقى ايه التوم بالشطة بهرسة الشطة دي. بنقلب في الخضار زي ما انتوا شايفين، هنفضل نقلب فيه. وبعد كده بقى هننزل بقى بمعلقة كمون كبيرة. ومعلقة من توابل السمك. ومعلقة فلفل أسمر. ومعلقة ونص ملح. دي التوابل اللي انا عملتها دي، وشوية زيت. ربع كوباية زيت. علشان خاطر السمك ما يمسكش منك في الصينية. ويلزق، لازم تحطي نسبة زيت، هو طبعا بينزل برضو الدهون بتاعته. بس لازم تحطي على الخضار زيت عشان يدي نفس حلو. وطبعا هنشيل المعلقة خالص. ولازم نبدأ بقى ندعك بإيدينا كده زي ما انتوا شايفين. نمكس كل بقى الخضار مع الدقة. مع التوابل مع بعض. ونهرس كده الخضار عشان ينزل المية بتاعته. الصوص بتاعه. ريحته بقى كانت جميلة من قبل ما يخش الفرن. وده معايا ال4 سمكات كبار بالهنا والشفا يا رب للي كل حاجة. متنضفين كويس زي ما انتوا شايفين. هبدأ اتبلهم بقى. وادخل التتبيلة فيهم. علشان يبقى نفسه حلو. وطعمه احلى. ولو جربتوا الطريقة دي هتحبوها قوي. انا ولادي لما عملت لهم السمك بالطريقة دي قالوا لي ما تعملوش يا ماما مشوي تاني. ولا اعملي مقلي تاني، اعمليه على طول كده. لانه فعلا كان طعمه حلو قوي وكان جميل جدا. وما شاء الله الصينية دي تكفي كذا فرد، احنا يعني كنا كتير وما شاء الله كفتنا كلنا. علشان زي ما انتوا شايفين السمك كان كبير ازاي وكان حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا السمك متنضف ازاي ومنقوع في ليمون. وخل وملح. وحطيناه في التلاجة ساعة. بعد ما نقعناه علشان خاطر السمكة تنشف معانا. زي ما انتوا شايفين كده. انا ما رضيتش اجري الفيديو. سايبه كل حاجه. بصوا انا بدخل التتبيله ازاي في السمك حلو. هفضل ادعك فيه. واقلب فيه شويه كتار علشان خاطر يتبل. وسبته نص ساعه في التتبيله. وبعديها دخلته الفرن بعد ما اتبل نص ساعه. بصوا. بعد ما دخلت التتبيله فيه ورصيته كويس قوي. في الصاج.
هبدأ برضو ارش عليه رشة زيت من فوق علشان ياخد معايا اللون اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. ما شاء الله بالهنا والشفا، تقدروا تاكلوه بالعيش، والخضار ده بيبقى طعمه حلو قوي. تقدروا تحطوا تحتيه بطاطس، بس انا الحقيقه ما كنتش حابه احط تحتيه بطاطس، بس لو حطيتوا تحتيه بطاطس هيبقى برضه طعمه حلو قوي. هبقى اعمله لكم مره بالبطاطس، بالبطاطس بيبقى طعمه جميل. بس انا كان قبليها يعني كنت عامله بطاطس بالفراخ، فما حبيتش اعمل لولادي بطاطس تحت السمك علشان ما يزهقوش، بس هم كانوا حابين الطريقه دي. بصوا بالهنا والشفا، بعد ما استوى واخد اللون، وطبعا حطينا شرايح ليمون على الوش، بتدي مزازه كده للسمك وطعم جميل وريحه برضو حلوه قوي. جربوا الطريقة دي هتحبوها وتدعموها. بدون زيت بقى، بدون ما تقليه، بدون وقفة كتير. هتتبلي السمك وتحطيه في الفرن وتعملي شوية رز لو انت عايزة رز. عايزة تعملي بقى عيش، هتعملي بقى طحينة وتعملي عيش ومخلل وكده وجرجير، او طبق سلطة حلو. وكلي بأحلى طريقة سمك بالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. يا رب اكون بفيدكم، ولو بفكرة صغيرة ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم مني كل